السلام عليكم الإخوان الأخوات. مرحبا بكم عندنا في غابة هيلتون وغابة السويسي. صراحة مناظر خلابة جميلة، وكما كتشوفوا الطبيعة في قلب العاصمة الرباط. صراحة شيء يغري بالمشاهدة، ولا أروع ولا أجمل. غادي نساليكم شي شوية في هذه الغابة. الفيديوهات القادمة كلها غادي تكون في غابة هيلتون. تشموا معنا شوية الهواء وترتاحوا شي شوية من هموم الدنيا ومشاكلها. قليل من الاستراحة بين الفينة والأخرى في الحياة هو شيء ينصح به. صراحة اليوتيوب كل يوم يعني تفتح الإنسان اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، ف تيطغى داك الجانب السلبي المشاكل وهموم الحياة. فأنا ارتأيت أنني بين الفينة والأخرى ندير معكم جولة في الطبيعة وفي هاد المناظر بحال هادي. فالحكاية ديال صراحة ديال الأشجار ديال الطبيعة فهي موروث منذ الصغر، بحكم أننا كنا كنسكنوا في مدينة الرباط. كنت كنقول بأن بحكم أننا حنا صراحة في الطفولة في الصغر فكنا تنسكنوا في بجانب حديقة الجامعة العربية في الدار البيضاء. فحلينا صراحة علينا على الطبيعة، على الأزهار، على الأشجار، على الورود. فصراحة بقات كما تنقولوا ديك الأشياء بقات مغروسة في الذاكرة. وعلى كل حال كما يعلم الجميع فكل الناس تحب الطبيعة، لأن احنا يعني بحكم أننا بشر فتبقى ديك الفطرة يعني دائما الطبيعة، وكل ما هو جميل كل ما هو أصيل. ما نطولش عليكم، أنا غادي الفيديوهات القادمة كلها غادي نديرها في واحد مجموعة ديال الفيديوهات على غابة ديال هيلتون، هذه الغابة الجميلة، غابة وما يعرف بغابة السويسي. فإلى الملتقى في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، وغادي تسالوا معنا مزيان، وغادي غالب الظن هاد الفيديوهات ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. يلا شكرا على المتابعة وعلى الوفاء، والى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله.